الناس اللي ما بتحضرش ومكبرة دماغها وفي الطراوة من الآخر ولا في دماغهم أي حاجة. هل دول وقت الامتحانات بيفضلوا في الطراوة كده؟ لأ، إحنا مثلًا ولنفرض إن إحنا في الجامعة دلوقتي بتلاقيه ماشي ممكن طول السنة مكبر دماغه، بس ييجي بقى يوم الامتحان ليلة الامتحان أو أسبوع الامتحانات قاعد بقى بيذاكر وجايب الورق وبيحاول يصرف نفسه وبيحاول إيه، عارفين انتوا الناس اللي بتلقط رزقها بيحاول يعرف له كده أي معلومتين عشان على الأقل يدخل الامتحان يعرف يكتب أي حاجة. حد تاني هتلاقي الموضوع مثلًا بالنسبة له لو هو فعلًا حاجة ضرورية، لو الفلوس دي عايزها في احتياج ضروري مثلًا، أو هو بقى هيعمل عملية مامته حد من قرايبه، هتلاقيه فعلًا بيقوم ويكمّل ويروح يشتغل ويروح شغلانة و2 و3 ويضغط على نفسه لحد ما يكوّن المبلغ الفلاني اللي هو محتاجه، أو حد عليه قسط ضروري لا إما مش عارفة هيبقى مديون. ساعتها بقى بتلاقي في كده passion اتولد واتخلق إن أنت فعلًا تقوم وتكمّل في المسار ده. فأنت برضه حسب طبعًا أنت عايز تبدأ في إيه. لو هي فعلًا إن أنت حاططها في zone إن هي دي حاجة عادي، عملتها كان بها ما عملتهاش كان بها، لأ، حاول بقى تغيّرها وتحطها في اللي هو الحاجة الضرورية. أنا لازم أعملها، أنا لازم أشتغل عليها. ولنفرض مثلًا كل الطلبة، كل الناس، يعني طبعًا بغض النظر يعني عن الناس اللي هي المجتهدة أو المتفوقة دراسيًا اللي كده من أول الدراسة بيذاكر أو ملتزم بدروسه وهكذا. تعالوا نتكلم على الناس التانية، الناس اللي ما بتحضرش ومكبرة دماغها وفي الطراوة من الآخر ولا في دماغهم أي حاجة. هل دول وقت الامتحانات بيفضلوا في الطراوة كده؟ لأ، إحنا مثلًا ولنفرض إن إحنا في الجامعة دلوقتي بتلاقيه ماشي ممكن طول السنة مكبر دماغه، بس ييجي بقى يوم الامتحان ليلة الامتحان أو أسبوع الامتحانات قاعد بقى بيذاكر وجايب الورق وبيحاول يصرف نفسه بيحاول إيه، عارفين انتوا الناس اللي بتلقط رزقها بيحاول يعرف له كده أي معلومتين عشان على الأقل يدخل الامتحان يعرف يكتب أي حاجة. فاهمين؟ هو بيعمل كده ليه او هو مضطر يعمل كده ليه؟ عشان مش عايز يعيد السنة، فهو دلوقتي اتخلق عنده حاجة ضرورية، انا لازم اذاكر، لازم بقى ابدا اشد على نفسي اليومين دول علشان ايه السنة تعدي وايه ونعدي كده بامان وسلام، بدل بقى ما يعيد السنة. طبعا هو مش التارجت بتاعه ان هو يجيب تقدير، هو بس عايز يعدي السنة صافي، يعني لو هو ده التارجت بتاعه. فبتلاقيه بدأ يشد بقى ويلم نفسه ويقرص على نفسه الشهر بتاع الامتحانات وكده علشان ايه نزق الدنيا ونعدي. هو ليه؟ يعني هو أصلًا إزاي بيقدر يعمل ده؟ مع إنه واحد طول السنة ما يعني طول السنة الدنيا فاضية وما فيش أي حاجة وراه، بس مش بيذاكر ولا في دماغه، مع إن هو نفس الشخص لأ اتزنق، لما بيلاقي نفسه اتزنق خلاص بقى بيعمل اللي عليه وبيحاول ينجز كده على قد ما يقدر. طبعًا لو نفس الشخص ده متاح ليه فرصة إن هو بقى يغش، إن هو مش عارفة حد بقى يسأله، حد يغششه، الموبايلات يعني في حوارات كتيرة جدًا دلوقتي بتحصل، ولا هيذاكر ولا هتلاقيه وقت الامتحانات بيشد ولا مكبر دماغه، ما هو عارف إن هو هيدخل الدنيا كده يعني فاهمين كده هتعدي. أنا أقعد أضغط نفسي ليه؟ طبعًا ده بقى في كل حاجة، يعني أوقات كتيرة جدًا لما بتلاقي الوقت مفتوح بالنسبة لك، يعني مثلًا ساعات أنا نفسي بيبقى ورايا مثلًا tasks يعني مهام معيّنة أعملها، فساعات بتعمل حاجتين مثلًا ممكن يكون كذا حاجة، ما باعملش مع إن قدّامي وقت كفاية. وقت بقى لمّا خلاص يعني مثلًا لو في plan ولازم أعمل الحاجة دي دلوقتي أو في deadline معيّن كده أول ما بييجي خلاص بتعمله، مع إن ممكن يكون الوقت مضغوط جدًا والtask دي اللي هو ممكن إيه ما أقدرش أعملها في الوقت ده، بس بتلاقي نفسك قدرت وعملتها واتضغطت، فاهمين؟ كتير جدًا لمّا بنضغط بتلاقي نفسك بتنتج وبتطلّع الحاجة اللي وراك وتخلّصها وخلاص خلصنا. لكن بقى لمّا بيبقى قدامك وقت عارفين اللي هو إيه، قدامي باراح ما باعملش حاجة. فهي دي نفس الفكرة، لو أنت دلوقتي عايز تعمل حاجة خُد بالك من النقط دي، ما تكونش أنت خايف أو بتهرب من فشل معيّن، فشل أنت يعني أنت خايف لا تفشل، أو أنت already جرّبت الحاجة دي ففشلت فيها فخايف تعيد الموضوع تاني، أو زي ما قُلنا إن أنا أصلًا اللي هو إيه، أنا لازم أحطها يعني لازم أصلًا أكون عاطية لنفسي أنا باعمل الحاجة دي ليه، ولازم تكون حاجة ضرورية، طالما أنا عايزة أعملها أحطها في الجزء الضروري عندي. طبعًا في رابع حاجة ممكن يكون حد خايف من كلام الناس أو اللي هو مش واثق في نفسه زيادة، فبيبقى خايف الناس تتريق عليه، اللي هو بقى لو هيبدأ حاجة جديدة أو كده، بيبقى خايف ساعات ساعات كده بيبقى الواحد أو يعني في ناس بتبقى عاطية للناس over شوية اهتمام أو يعني اللي هو فاهمين أنت عاطي للناس أكبر من حجمها.
يعني أنت دايمًا بتبقى شايف نظرة الناس هيقولوا عليَّ مش عارفة فبتدّي الموضوع أكبر من حجمه، فبلاش تهتم برأي الناس زيادة عن اللزوم، اهتم أنت عايز طالما أنت دلوقتي فعلًا بتحسّن من نَفْسك، بتحسّن من مسار حياتك، فاهتم بنَفْسك واهتم أنت فعلًا هتوصل فين قدّام. خامس حاجة ولازم ناخد بالنا منها كويس جدًا، إن أنت لمّا بتقرر وتبدأ إن أنت فعلًا تتغيّر وتتغلب على كسلك وهكذا، ممكن تكون تحس إن أنت في الأول غريب، لو أنت يعني محاوط نَفْسك بناس مش شبهك، أو ممكن يكونوا هُم كانوا ناس يعني شبهك في المرحلة دي، بس أنت دلوقتي عايز تتغيّر، أنت دلوقتي عايز تعمل حاجة، فهُم مش يعني ده مش نَفْس الpassion أو نَفْس طموحهم. فما تقعدش بقى تأثّر بيهم وتقعد فاهمين قصدي؟ أنت ما تأثّرش بالناس دي لإنها أصلًا هي مش عايزة تعمل ده، فأنت بالنسبة لهم هتبقى غريب. أنت واحد عايز تطوّر من نَفْسك، هُم شايفين اللي هو إيه الهبل ده يا ابني، ما تخلّيك زي ما أنت وخلاص. فما تقعدش تأثّر بيهم، وطبعًا أنت هتحس إنّك غريب، فعادي جدًا إنّك تحس إن أنت غريب. طول ما الواحد بييجي يطوّر من نَفْسه أو بيحسّن من شخصيته، بيحس إن هو غريب، لإن نادر لمّا بتلاقي الناس بتبقى عايزة تطوّر من نَفْسها، أغلب الناس بتميل إن هي تفضل قاعدة كده وخلاص، فاهمين؟ فعلشان كده مش أي حد بينجح ولا أي حد بيوصل، قليل جدًا اللي بينجح. وبس كده، أشوفكم على خير الحلقة الجاية.